ragazzi, come state? عاملين ايه النهارده؟ رجعنا لكم تاني من برنامجنا فاتشلي وقناتنا امبارح كنت سارة. يلا بينا نشوف حلقتنا النهارده بتتكلم عن ايه. بس قبل ما نتعرف على حلقة النهارده، لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وكمان شير لكل اصحابكم عشان يستفادوا معانا. وما تنسوش كمان تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وكل الابليكيشنز اللي انتوا بتحبوا تستخدموها او بتفضلوها عن اليوتيوب، هتلاقوني معاكم عليها. يلا نشوف حلقة النهاردة اللي هي بتتكلم عن Gli articoli indeterminativi. Gli articoli indeterminativi يعني أدوات التنكير. ايه هما بقى أدوات التنكير؟ دول ما عندناش ليهم مقابل في العربي، ودول أكبر مشكلة بتواجه الناس وهي بتستخدمهم. إن احنا عندنا كلمة مثلا قلم بالعربي دي كده كلمة نكرة. إن إيطاليانو في الإيطالي بقى ما ينفعش أقول بينا لوحدها، لازم أقول أونا بينا. فأنا أداة التنكير دي بتعتبر جزء من الكلمة لو أنا عايزة أقول كلمة نكرة في العربي. وصلت الفكرة؟ فدول مهمين جدا جدا لما أنت تحب تعمل جملة بالعربي. لو أنت بتقولها بالعربي نكرة، ما تنساش وانت بتعملها ايطالي تحط لها اداة تنكير. تعالوا بقى نشوفهم مع بعض ايه دول الادوات التنكير وايه هما واستخداماتهم ازاي. الجملة بتقول ايه؟ Gli articoli indeterminativi hanno solo la forma singolare. يعني ادوات التنكير hanno يملكوا فقط solo la forma singolare الشكل المفرد، يعني هما موجودين في المفرد بس. تمام؟ اللي قدامنا ده عندي ماسكيلي يعني مذكر وفيمينيلي مؤنث. اتفقنا ان هما خلاص سينجولاري، يعني الماسكيلي سينجولاري وعندي الفيمينيلي سينجولاري. ادوات التنكير بقى الماسكيلي اللي هي الماسكيلي سينجولاري المفرد المذكر، عندي ليه اداتين تنكير. الاولى اسمها اون والتانية اونو. طيب لو جيت اسالك كواندو سي اوزا اون، امتى بستخدم الاون؟ وكواندو سي اوزا اونو امتى بستخدم الاونو؟ انا دلوقتي بشرحهم لكم بطريقه ابسط، وبعد كده هقرا معاكم اللي مكتوب قدامكم على الشاشه. الاون بستخدمها يا جماعه اول ما الاقي اسم ماسكيلي سينجولاري مفرد مذكر انيتسيا كونسونانتي يكون بادئ بكونسونانتي ساكن، او كمان انيتسيا كون فوكالي ويكون بادئ بفوكالي متحرك. اما الاونو بستخدمها لو لقيت الاسم ماسكيلي سينجولاري ويكون بادئ باي حاجه غير اللي احنا لسه قايلينهم زي الاس وكونسونانتي، او الاقي الليتزيتا، او الاقي البي اس جي ان بي ان، كل ده بستخدم معاه الاونو. هتقولي طب ما البي اس والجي ان والبي ان والاس كونسونانتي ما هو كل ده تبع الساكن. هقول لكم هو فعلا تبع الساكن، بس في حاله الماسكيلي الكام واحده اللي انا قلتهم دول ليهم قاعده خاصه، ولما بشوفهم في بدايه اي كلمه ماسكيلي سينجولاري مفرد مذكر بروح عامله لهم على طول الاونو. اما بقى الفيمينيلي المؤنث، فيمينيلي سينجولاري المفرد المؤنث، برضو ليه اداتين. الاولى اونا او اون ابوستروفو. امتى بستخدم كواندو سي اوزا، يعني امتى بيستخدم الاونا؟ نفس اللي قلته هناك، يبقى الفيمينيلي سينجولاري يكون مفرد مؤنث بادئ بكونسونانتي يعني حرف ساكن، او يكون فيمينيلي سينجولاري بادئ بمتحرك، ففي الحالة دي أبدأ أستخدم الأون أبوستروفو. هتوجوا تقولوا لي إيه ده؟ طب فين الإس كونسونانتي والليتزيتا والكلام اللي قلناه في المذكر؟ هقول لكم مش موجود هنا، سواء لقيت إس كونسونانتي أو تزيتا أو بي إس أو كل ده، بس الاسم مؤنث مش مذكر، يبقى وأنت مغمض كله بياخد الأونا، ما عدا بس اللي بادئ بفوكالي اللي هم الخمسة الحروف المتحركة اللي احنا عارفينهم، هي دي اللي بتاخد أون أبوستروفو. دي كده القاعدة بكل بساطة وباختصار. وقف الفيديو اسمعه تاني وجيب ورقة وقلم وسجل النوتس اللي انا قلتها دي، هتحل على اي حاجة او هتقول اي جملة باستخدام الادوات التنكير بكل بساطة. تعالوا بقى نشوف شرح الكتاب بيقول لنا ايه ونترجم الجمل عشان نتعرف على كلمات جديدة. بيقول ايه؟ uso degli articoli indeterminativi يعني استخدام ادوات الانديترميناتيفي التنكير. اول حاجة الأون، وكاتب لي l'articolo un si usa come il يعني أداة التنكير un si usa تستخدم come يعني مثل زي الإيل اللي احنا درسناه في أدوات التعريف. فبقول esempio مديني أمثلة un treno
معناها بالعربي قطار، القطر اسمه ترينو، لكن في الإيطالي ما ينفعش أقول ترينو لوحدها، لازم أقول un ترينو. طب ليه un؟ هتقولوا لي عشان الاسم اللي هو ترينو ماسكيلي سينجولاري مفرد مذكر وبادئ بحرف ساكن، يبقى في الحالة دي الأداة الصحيحة هي الأون. اللي بعد كده عندي un dottore. un dottore يعني دكتور، برضو كلمة نكرة بالعربي، في الإيطالي قلت un قبليها. طيب هتقولوا لي ايه ده، هي دكتور ماسكيلي؟ هقول لكم مش اخدت اون، يبقى اكيد الكلمه دي ماسكيلي، حتى لو ما عدتش عليكم قبل كده يبقى انت تترجم على طول دي ماسكيلي سينجولاري طالما اخدت الاون. ولو انت عندك برضو خلفيه، احنا لما درسنا الاسماء عرفنا ان اي اسم بينتهي بمقطع اوري بنتعامل على طول على انه ماسكيلي سينجولاري، وده بيسهل عليا كلمات كتير ممكن اشوفها جديده. اللي بعد كده اون بليتو. كلمه بليتو يعني تذكره، يبقى اون بليتو على بعض معناها تذكره. نكمل ونقول ايه كومي الابوستروفو ماسكيلي، وكمان الاون دي بتستخدم زي ال ابوستروفو في ادوات التعريف الماسكيلي، فبقول اون اميكو. اون اميكو يعني صديق على بعض كده، لكن في العربي اسمها صديق كلمة واحدة، في الايطالي لازم اداة التنكير يا جماعة. اون ازامبيو مثال، اسمها اون ازامبيو. اون ايطاليانو، ايطالي برضو قلت اون ايطاليانو. نيجي بعد كده للأونو، أداة التنكير الأونو بيقول لي إيه عنها؟ l'articolo uno si usa come lo، إن أداة التنكير أونو بتستخدم زي اللو اللي إحنا درسناها. uno studente يعني طالب، في العربي قلت طالب، في الإيطالي كتبت أونو. هتقولوا لي studente نوعها إيه؟ هقول لكم ماسكيلي سينجولاري طالما أخدت الأونو، صح ولا إيه؟ اللي بعده uno sbaglio. uno sbaglio يعني خطأ أو غلط، فبرضو أخدت اونو عشان بدأ بالاس كونسونانت اس وساكن، والكلمة طبعا ماسكيلة. بعد كده اونو تزيو. تزيو ماسكيلة مذكر فبدأ بتزيتا فأخدت الاونو، يبقى دي الحالات اللي أنا لسه قايلة فيها إنها بتاخد الاونو. وآخر واحدة اونو بسيكولوجو. بسيكولوجو برضو بدأ ببي اس فأخدت الاونو. طبعا ما ترجمناش اونو تزيو معناها عم او خال، واونو بسيكولوجو اللي هو الدكتور النفسي. اللي بعد كده اونا. الارتيكولو اونا سي اوزا كومي لا، اداة التنكير اونا بتستخدم زي اداة التعريف لا. اونا ماتيتا. اونا ماتيتا يعني قلم رصاص، في العربي قلم رصاص، في الايطالي الاداة مع الكلمة. اونا كيافي. اونا كيافي يعني مفتاح، تمام، فيمينيلي بدأ بساكن برضو فأخدت الأونة. والأخيرة أونا بنتولا. بنتولا معناها حلة، كلمة بنتولا مؤنث وبدأ بساكن فأخدت الأونة. نشوف بعد كده الأون أبوستروفو. L'articolo un apostrofo si usa come l'apostrofo femminile، يعني أداة الأون أبوستروفو التنكير دي بتستخدم زي الأبوستروف المؤنث، زي أونورا. أونورا يعني ساعة، فجت أون أبوستروف والترجمة بالعربي على بعض اسمها ساعة، كلمة نكرة. أون إيطاليانا يعني إيطالية، أون إيطاليانا. وآخر حاجة أونوشيتا اللي هو كلمة خروج، أوشيتا، فأنا بقول أونوشيتا خروج، تمام. نيجي بعد كده attenzione، بيقول لي انتبه خلي بالك. davanti ai nomi che cominciano con vocale si usa un، يعني قدام الأسماء اللي بتبدأ بحرف فوكال متحرك بنستخدم الأون اللي هي أداة التنكير أون، سنسا أبوستروفو من غير أبوستروفو، الأبوستروف اللي فوق. سائل نوم اي ماسكيلي لو الاسم مذكر. أون أبوستروفو، الأون بالأبوستروف، كون أبوستروفو يعني مع الأبوستروف دي. سائل نوم اي فيمينيلي لو كان الاسم مؤنث، زي اللي شرحنا فوق بينبه عليك ان خلي بالك ان الأون بتيجي في المذكر سواء كان بادئ بساكن او متحرك، مفيش فرق. اما الأون أبوستروفو لازم تيجي في حالة المؤنث بس، ان الاسم يكون مؤنث بادئ بمتحرك. معنى كده ماسكيلي ما فيهوش أبوستروفو، الماسكيلي ما فيهوش أبوستروفو، تمام. إزامبي ماسكيلي un amico من غير أبوستروفو، وun إيطاليانو برغم ان هم بادئين بمتحرك بس ما خدوش أبوستروفو. اما الفيمينيلي
un apostrofo amica و un apostrofo italiana. un amica un italiana أخدت الأبوستروفو. ليه؟ علشان دي فيمينيلي سينجولاري. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، وانتظروني في فيديو جديد. معاكم سارة البحيري. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، وشير لكل اصحابكم. اشوفكم على خير المره الجايه. alla prossima. ciao ciao.